الدنيا بقت حر ومحتاجين نعمل على طول حاجات ترطب على قلوبنا كده. هنعمل مع بعض الايس كريم. هنعمل ايس كريم في قالب زي ما انتم شايفين كده. الطريقه دي طريقه فرنسيه، عايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا وسهله ومكوناتها موجوده عندنا في البيت. حبيت ان انا اعمل لكم الطريقه دي لان هي تقريبا مقاديرها كلها موجوده عندنا في كل بيت. عايزه اقول لكم ان طريقه سهله جدا وبسيطه وطعمها كده خيال. شايفين الايس كريم عامل ازاي؟ نقول كده بسم الله ونبتدي وصفة الايس كريم دي مع بعض. اول حاجة بحضر الكريمة بتاعتي او المواد السائلة. بحط كده كوباية من اللبن الحليب الساقع، يكون في قطعة من التلج، وحطيت معاه كوباية من كريم شانتيه البودر. هضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد ما يوصل القوام ده، وبعد كده هحطهم في التلاجة عقبال ما احضر الخطوه التانية. عندك هنا اي نوع بسكوت، انا كان عندي كده بسكوت بيبقى شوكولاته كده، يكون متغلف بالشوكولاته بيديله طعم حلو قوي. اي نوع بسكوت يكون عندك. وعندي بسكوت الساده زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا اقطعهم كده مكعبات صغيره. اي نوع بسكوت يكون عندك بتحطيه في الوصفه دي. انا حطيت بسكوت الشوكولاته المغلف بالشوكولاته لان بيديله بيبقى دي طعم غني شويه وبيبقى طعمه حلو قوي. هقطعهم كلهم كده او هكسرهم تكون مكعبات كبيره شويه زي ما انتم شايفين. هقطع البسكوتيه كده اكسرها على 3، وابتدي ان انا بقى احضر بقيه الوصفه بتاعتي. الفاكهه بتاعتي هنا موز. تحطي تجيبي كده 4 وحدات من الموز. ببتدي ان انا اشيل منهم القشر واقطعهم بالشكل ده. ممكن تحطي اي نوع فاكهه انت تحبيه، بس الوصفه دي الاصليه بتبقى فراوله وبيبقى موز. ممكن تحطي قطع مانجا، ممكن تحطي كيوي، ممكن تحطي اي فاكهه تفضليها. عندي كمان كوبايه كده من كنت مفرزاها الفراوله، ممكن تحطيها فريش مفيش اي مشكله. بتقطعيها قطع صغيره ولو هي حباتها صغيره بتحطيها. بتضيفي بقى كل المكونات على الكريمه اللي احنا خفقناها بالشكل ده، وتقلبيها كويس جدا. وتجيبي بقى القالب او صينيه اللي انت حباها، بكون كده مغلفاها بكياس تلاجة او بالاستريتش راب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وابتدي ان انا اصب في المقدار بتاع الايس كريم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيفضل في التلاجة عندي لمدة 4 ساعات. واستحسن واحسن ان انت ما تكوني عامله ايس كريم بتبيتيه قبلها بيوم في التلاجة، بيديكي نتيجه احسن وبتعرفي تتعاملي معاه. هغلفها كويس جدا بالشكل ده واحطها في الفريزر عندي لحد لما تتماسك لمدة لا تقل من 4 ساعات ل6 ساعات، او تبيتيها في الفريزر. بعد كده بتطلع بالشكل ده، بتتقلب معايا بكل سهولة. ببتدي ان انا اقلبها وابتدي ان انا اشيل منها اكياس التلاجة بتاعتي، وابتدي ان انا اقدمها. ممكن تتقدم كده وممكن تحط لها اي اضافات تكون من عندك على حسب ما انت عايزه اقول لكم ان من اسهل الطرق اللي عملت بيها الايس كريم، وكانت سهله وما حدتش مني. ممكن تعمليها في اي قوالب، مش لازم يعني القالب ده بالذات، ممكن تعملي اي قالب انت حباه. عايزه اقول لكم ان طعمه حلو جدا. وعملت اضافه من عندي كده نوتيلا. الاضافه اللي موجوده عندك ممكن تحطيها وممكن ما تحطيش اي اضافه عليه، لان هو بالتالي محطوط فيه حاجات كتير جدا. حطيت كده نوتيلا وقطع من الكريز، ممكن تحطي قطع من الفراوله على حسب ما انت عاوزه وبيتقدم. عايزه اقول لكم ان طعمه حلو جدا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. ما توحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه